السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، والله انا من زمان ما عملتش اي حاجة حلوة في البيت، بس البنات يعني قعدوا يقولوا احنا عايزين حاجة حلوة يا ماما، فاعذروني. يعني انا عارفة ان الايام دي ايام صعبة. قبل ما نتكلم في اي حاجة ندعي لاخواتنا المنكوبين، ربنا يفك كربهم ويصبرهم، ويصبرنا احنا كمان على اللي احنا يعني على عجزنا. ربنا يصبرنا على نفسيتنا وعلى عجزنا قدامهم. انا لله وانا اليه راجعون. انا عملت النهارده الصوابع اللي انتوا شايفينها دي. بصوا، انا مش قادره اسميها هي صوابع ايه، بس هي طلعت معايا حاجه كده تحفه. طعمها حلو قوي يا جماعه. انا مش قادره، مش هقدر اوصف لكم طعمها. هي مره لقيتها راحه كده للويفر اللي احنا بنشتريه اللي هو البسكوت، ومره لقيت طعمها مميز، مش قادره بصراحه احدده. بس هي طالعه حاجه كده تحفه وجديده واختراع، مفيش بعد كده اختراع. قبل ما ابتدي نقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. بداية كده هنعمل الشربات بتاعنا. انا نزلت بكوبايتين من السكر، سكر عادي من بتاع التموين، في حله كده عليهم كوبايه ونص من الميه، ميه فتره من الحنفيه عادي خالص، عصير نص ليمونه، ورفعتهم على النار. مش بحط معلقه ولا اي حاجه، على نار متوسطه. اول ما بيغلي بنزل عليه بالفانيليا. اي منكهات بقى انت بتحبيها ضيفيها. انا كان المتوفر عندي الفانيليا. تمام. وبسيبه تقريبا 7 دقايق على النار لحد ما نوصل زي ما انتوا شايفين للقوام ده. بيبقى اخف من العسل حاجه بسيطه، العسل الابيض. بسيبه بقى يبرد لان لازم يبرد تماما. هو مش هياخد حاجه، هما الكميه مش كبيره، فمش بتاخد وقت في ان هي تبرد. في بوله بقى اللي انا هعمل فيها العجينه بتاعتي. انا جهزت معايا كوبايه من الميه. ما نزلتش بالكوبايه كلها ليه؟ لان انا مش عارفه عيار الدقيق بتاعي هياخد ميه قد ايه. فانا نزلت بنص كوبايه من الميه، عليها معلقه برضو من السكر العادي الحبيبات، وربع معلقه من الملح، ومعلقتين من الزيت. ده زيت من بتاع التموين. انا بصوا يعني الوصفه بتاعتنا النهارده اقتصادية 100% وأكتر كمان. وكان عندي زبدة، نزلت بمعلقتين من الزبدة. لو انت مش متوفر زبدة ممكن تنزلي ب4 معالق من الزيت. تمام كده. بس احنا بس عايزين نخلي العجينة بتاعتنا غنية شوية وطعمها حلو. ونزلت عليهم بنقطتين كده من الفانيليا. وابتديت ان انا ادوب. انا عايزه اتاكد ان السكر بتاعي داب، لان السكر بتاعي الذرات بتاعته كبيره شويه. فانا يعني ايه قلبته كويس لحد ما داب، اتاكدت ان هو داب. وكنت مجهزه معايا كوبايتين من الدقيق. ده دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق فاخر. تمام. وابتدي بقى ان انا اقلب الخليط ده كله كده مع بعضه. مش هحط ايدي دلوقتي، علشان انا لو حطيت ايدي ايديا هتلاقيها اتملت عجين ومفيش داعي للكلام ده. يا ما شاء الله الاسباتيولا بتاعتنا طالعه نظيفه. هنعجن كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتنا تبقى طريه زي ما انتم شايفين كده، مش بتلزق. هريحها نص ساعه، وبعد نص ساعه هبتدي افرد العجينه. مش فيها لا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هي مش هتخمر، هتفضل زي ما هي، بس هتبقى مرتاحه. ممكن تفرديها مره واحده لو انتي سطح العمل بتاعك هيبقى كبير بالنسبه لك، وممكن تقسميها زي ما انا عملت كده. انا قسمتها، والجزء اللي انا مش هشتغل فيه هلفه بالاسترتش عشان طبعا وشه ما ينشفش مني. تمام. واسيبه بقى كده على جنب، واشتغل في الجزء اللي انا اشوفه ما شاء الله العجينه بتاعتي تحفه يا جماعه، يعني ملبن. هفرد على نشا. تمام. بنرش كده شويه نشا نوزعهم حلو بايدينا كده على سطح العمل، ونبتدي نجيب جزء العجين اللي احنا هنفرده هنشتغل فيه. انا ببطط بس شويه كده الاول، وبعد كده اجيب النشابه بتاعتي وابتدي افرد. وعلى فكره مش شرط يكون الجزء بتاعك متساوي، انا سبته مرضتش ان انا اساوي ولا الف ولا اعمل اي حاجه عشان اعرفك ان الموضوع بسيط. احنا يعني عادي، مش شرط الحاجه تكون طالعه بيرفكت زي ما بيقولوا. تمام كده. بتفضلي تجيبيها يمين وشمال، وشمال ويمين كده، وتلفيها لحد ما تفضلي تفردي تفردي. انا عايزه العجينه بتاعتي تكون رقيقه خالص. شفتوا المفرش باين العلامات بتاعته من العجينه ازاي؟ انا عايزاه كده. ابتديت بقى ان انا اشيل الاطراف بتاعته عشان يبقى معايا عجينه كده مربعه ومتساويه. تمام. الاطراف دي مش بتترمي، انا هلفها تاني مع بعضها كده. يعني هعجنها مع بعضها واركنها، هي هترتاح على طول على ما انا اخلص الدفعه دي. تكون العجينة بقيتها ارتاحت. يعني العجينة دي مش هيترمي منها اي حاجة يا جماعة. ده حلويات اقتصادية، نرمي منها ازاي بقى؟ المهم انا قطعتها كده شرايط زي ما انتوا شايفين. بتقطع بالسكينة او بالعجلة اللي انت شفتها دي. وكنت مجهزة معايا معلقة سمنة كده سايحة، رحت حاطة بالفرشة على شريطة من اللي على الرخامة،
وشلت كده من الطرفين واحدة حطيتها فوقها. بصوا اما تيجوا تشيلوها من الطرف اليمين والشمال، لان طبعا يعني ايه العجينه مرتاحه قوي هتلاقيها مطت معاكم. تمام كده. وبرضو اديت مسحه بالفرشه للشريطه التانية اللي انا حطيتها، وبعدين امسح تاني واحط كل الشرايط بتاعتي. خلاص كده. شوفوا هي فكرتها شبه فكره الفطير، ان هي حاجه مورقه. تمام كده. بخلص طبعا الشرايط بتاعتي كلها، وبروح من الطرف اليمين شايله الحته الزياده، والطرف الشمال نفس الحكايه. طبعا احنا قلنا ان الزيادات اللي احنا بنشيلها دي يا جماعه مش هتترمي، كل ده الزيادات دي هتتعجن مع بعضها تاني، وهنشوف دلوقتي مع بعض. انا مش هرمي اي حاجه، هتطلع معانا الطبقين اللي انتوا شفتهم في اول الفيديو ده طبعا غير اللي البنات كلوه هم واقفين. بصوا انا بوريكم ان انا لميت كل العجين وهحطه برضو على جنب وهستعمله تاني. هنبتدي نجيب بقى الصينيه اللي احنا هنحط عليها الاشكال بتاعتنا. شفتوا انا بعمل ايه؟ بروح قطع كده بالعجله، لو انت ما فيش عندك قلنا العجله دي ممكن بالسكينه عادي خالص، وتفضلي تقطعي كده شرايط يعني قد الصباع كده حجمها، او يعني اكبر شويه، وتروحي برمها على بعضها زي ما انا عملت كده. تفضلي تبرمي تبرمي هتلاقيها برمت معاكي وتضغطيها ضغطه بسيطه كده على بعضها. تمام كده. خدنا واحدة تانية اهو، وبرمتها برمتها، وبروح قافلة كده من عند الأطراف وضغطة ضغطة بسيطة. تمام كده. وتروح حاطة ايه مفرودة. بصوا يا جماعة ما تقلقوش خالص من قلب الصوابع بتاعتنا دي، القلب هيستوي، هتبقى من بره مقرمشة خالص، واخدة قرمشة كده. وخلوا بالكم مع القرمشة دي هي مش ناشفة مش معضمة. تمام. ومن جوه بتبقى مستوية وطرية وجميلة جدا، وطبعا شاربة من العسل مع طعم العجينة اللي احنا عملناها عجينة بسيطة خالص بشوية زيت ومعلقتين الزبدة، مخلين طعم العجينة في مكان تاني. خلصت اول جزء كده من العجينة، وخدت الجزء التاني اللي احنا كنا لافينه بالاسترتش وفردته زي ما انتوا شايفين. لو تلاحظوا الخطوط بتاعة المفرش باينة. خدوا بالكم ان العجينة دي يعني ما شاء الله مهما تفردي فيها هي مش هتتقطع معاكي ولا اي حاجة، احنا مريحينها كويس وخدمناها كويس في العجين. طلع معايا عجينة ما شاء الله تحفة جدا، وخدومة في ان هي مستحملة انت تشتغلي فيها. جبت القطعة بتاعتي وقطعت برضو شرايط زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي برضو بالسمنة المذابة اللي احنا عاملينها اعمل على اول شريطة، وابتدي انقل فوقيها الشرايط، وخطوة خطوة كده كل شريطة عليها مسحة كده من السمنة. وخلاص خلصت وقطعت زي المرة الاولانية. باقي العجينة اللي احنا كنا راكنينها على جنب عجنتهم كده في بعض، اللي هو الزوائد اللي احنا كنا قصينها، وعملتها برضو عجينة وفردتها. كانت طالعة قطع صغيرة كده بس كانت حلوة برضو. في زيت، الزيت بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده المقلاية مش مليانة قوي. بخليها على نار، انا حطيتها على العين الكبيرة بس على اهدى حاجة. تمام كده. انت لو هتحطيها على العين الوسط تبقى على نار وسط. ومجرد ما الاقي بس الزيت سخن حاجة بسيطة بروح منزلة فيه الصوابع بتاعتي. ما تقلبيش ولا اي حاجة. طبعا لون الصوابع بتاعتك هيتغير، هتحسي ان هي ايه بتنفش كده معاكي في الزيت حاجة بسيطة خالص. مش بتنفش ان هي واخدة مثلا حاجة بيكنج باودر او خميرة او كده، لا. التوريقة اللي احنا عاملينها هي اللي هتخليها تورق معاكي. اول ما خلاص بلاقي اتشمع من فوق مش من تحت، هو اصلا خلاص خد لون من تحت اهو، اتشمعت بس من فوق، بروح قلبة بقى علشان التوريقة بتاعتي ما تفكش معايا. تمام كده. خلاص انا بشوف بقى اللون المناسب ليا، يعني اللون ده حلو كده جدا. بتقلبي بقى براحتك خالص، مجرد ما هي خلاص بتمسك نفسها كده والتوريقة بتاعتها بتثبت، بصي اعملي اللي انت عايزاه بقى فيها. وبعدين طبعا الشربات بتاعنا اللي احنا كنا مجهزينه كان برد تماما. انا ابتديت ان انا اخرج بقى الدفعة الاولانية كده ما شاء الله حلوة قوي. هبتدي انزل بالدفعة التانية، ومطلعين كمية والله حلوة بالنسبة لكوبايتين دقيق وحاجة ما كلفتناش، مطلعين لنا طبقين حلوين جدا. إيه لو حسيت ان الزيت بتاعك اتقدح جامد معاكي اطفي عليه. سيبيه مثلا دقيقة ونص كده او دقيقتين لحد ما يهدى، وبعدين ولعي النار تاني على نار هادية. هبتدي انزل بقى في الشربات كده بالصوابع اللي احنا طلعناها اول مرة تاخد غطس، وبعد كده نطلعها نصفيها ونحطها بقى في طبق كده. التزيين بقى يا جماعة، طبعا انا مش هقول لكم بقى مكسرات ولا فول ولا كلام ولا بشر ولا اي حاجة. انا رشيت بشوية سمسم.
بصوا السمسم حلو قوي قوي معاها، مدي شكل حلو ونكهة برضو جميلة جدا. الصوابع طالعة حاجة حلوة وسهلة، ومفيش فيها شغل كتير وبسيطة ومش مكلفة نهائي، وطعمها تحفة يا جماعة. ما شاء الله انتوا تشوفوها كده مقرمشة بس مش معضمة، واخدة توريقة حلوة جدا وبتدوب كده، وما شاء الله واخدة من جوه طرية، وطعمها بصوا تحفة يا جماعة. انصحكم تجربوها، وان شاء الله هي دي حلويات الزنقات. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.